الجائزة وبتفاصيل وجزئيات بسيطة. هي مدينة أقدس إيمان عيط القيد. بهذا اللقب فإيمان أعطينا الكلمة ديالك وأنت الآن تتوجين بلقب النسخة الثالثة من مسابقة الخطاب الذهبي. صراحة والله ما عرفت ما نقول، ما عرفت تخونني الكلمات. أنا صراحة جد فرحانة بزاف بهذا التتويج. كنبغي نشكر كاع الناس اللي شجعوني ودعموني. كنبغي نشكر الكوتش ايوب، كنبغي نشكر لجنه التحكيم، الاستاذ الرفادي، الدكتوره منال، الكوتش محمد. كنبغي نشكركم كاملين، الاصدقاء ديالي اللي دعموني وكانوا كيشجعوني في الكواليس، كانوا كيصيفطوا لي رسائل في الخاص. بزاف منهم كان كيوصلني منهم رسائل تيقولوا لي ايمان غير ثقي براسك ان شاء الله، اداء رائع وكل شيء. داكشي كيزيد يحمسني اكثر. فانا بصراحه فرحانه بزاف بهذا التتويج اكيد. وراه كما تقال راه كاملين نستحق الفوز وكاملين فائزات. ألف مبروك ايمان من جديد بلقب هذه السنه. وارى ان الاب ديالك هو جد سعيد. كلمة من عندك. جواب حبيبي. إيمان بلقب السنة لهذه النسخة. فألف مبروك سيدي. ما هو انطباعك حول إيمان وهي تتوج بلقب هذه النسخة؟ انطباعي فرحان كأب، وكان هذه فرصة للشباب بأن اللي عنده طموح غادي يوصل اللي تعاون، لا من الآباء لا من الأقارب ولا من اللي هداك غادي توصل إن شاء الله. والحمد لله. بابا يأخذ التعبير بالفرحة. أكيد نعم فاطمة الزهراء. أريد أن أهنئ صديقتي إيمان. مبروك عليك. شكرا فاطمة الزهراء ومبروك علينا جميعا.